السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أولى إعدادي في جمهورية مصر العربية. النهاردة هناخد الدرس الثاني بعنوان مظاهر سطح أفريقيا. مظاهر سطح إيه؟ مظاهر سطح أفريقيا. أول حاجة هنتكلم عنها هي تضاريس قارة أفريقيا. تتنوع مظاهر قارة أفريقيا. ليه يا شباب بتتنوع مظاهر قارة أفريقيا؟ السؤال بيقولك دلل. هتقول حيث تضم القارة مجموعة من الهضاب والجبال والمنخفضات. حيث تضم القارة مجموعة من الهضاب والجبال والمنخفضات. أولا هنتكلم عن الهضاب. أغلب سطح قارة أفريقيا هي هضاب واسعة، منها هضبة شمال أفريقيا. تبقى هضبة شمال أفريقيا هي هضاب واسعة. تم موقعها فين بالظبط؟ ساحل البحر المتوسط شمالا حتى وسط جنوب أفريقيا. أنا عندي يا شباب أهو يا شباب ساحل البحر المتوسط حتى جنوب أفريقيا. رقم واحد يبقى ساحل البحر المتوسط شمالا حتى وسط أفريقيا جنوبا. وجبال البحر الأحمر شرقا. جبال ايه؟ البحر الأحمر شرقا حتى المحيط الأطلنطي غربا. حتى المحيط الأطلنطي غربا. ده موقعها. يبقى موقعها تمتد على ايه؟ على ساحل البحر المتوسط شمالا حتى وسط أفريقيا في الجنوب، وتمتد من جبال البحر الأحمر شرقا حتى المحيط الأطلنطي غربا. طب ما صلى على النبي كده يا شباب، وهنتكلم عن وصف قارة أفريقيا. وصف هضبة شمال أفريقيا. هضبة عظيمة، هي هضبة عظيمة الاتساع وقليلة الارتفاع، وتنحدر تدريجيا نحو الشمال، تنخفض نحو الايه؟ الشمال، حتى تلتقي بسواحل البحر المتوسط. يعني يا شباب بتطلع كده اهو، حتى ده ايه كده اهو يا شباب، كده حتى تلتقي بسواحل قارة، حتى تلتقي بسواحل البحر المتوسط. طب انا عايز الظواهر الجغرافية المنتشرة بهضبة شمال افريقيا. انا هقول لك على الهضاب، بس قبل ما اقول صلى على الرسول. اول حاجة انا عندي جبل العوينات على الحدود بين مصر وليبيا والسودان. اول حاجة يبقى عندي جبل العوينات على الحدود بين مصر وليبيا والسودان. طب ما يلا نشوفه كده على الخريطة. جبل الايه؟ العوينات ده بين مصر وليبيا والسودان. طب ايه تاني يا شباب؟ عندي المنخفضات مثل منخفض القطارة في مصر. مثل منخفض القطارة في مصر اهو يا شباب، منخفض القطارة في مصر. ده من منخفضات هضبة شمال أفريقيا. والعديد من الواحات مثل واحة سيوة في مصر وواحة الجوف في ليبيا. واحة سيوة في مصر وواحة الجوف في ليبيا. فين واحة سيوة؟ اهي يا شباب، واحة سيوة في مصر، واحة الجوف في ليبيا. ده كان وصف هضبة شمال أفريقيا. معايا تاني يا شباب، معايا تاني وصف هضبة شمال أفريقيا. واحد هي هضبة عظيمة الاتساع وقليلة الارتفاع، وتنحدر تدريجيا نحو الشمال حتى تلتقي بسواحل البحر المتوسط. قلنا بها واحد جبل العوينات على الحدود بين مصر وليبيا والسودان. اتنين المنخفضات مثل منخفض القطارة في مصر. العديد من الواحات زي واحد سيوة في مصر، واحد الجوف في ليبيا. الصحراء الكبرى التي تعد أكبر صحراء العالم. الصحراء الكبرى التي تعد أكبر صحراء العالم. ده كان وصف هضبة شمال أفريقيا. كده خدنا أول حاجة هضبة شمال أفريقيا، خدنا الموقع
وخدنا وصفها. هنتكلم تاني حاجة عن هضبة الحبشة، اسمها الهضبة الأثيوبية. طيب الموقع بتاعها فين؟ هي شرق قارة أفريقيا، هي في الشرق كده، هي شرق قارة أفريقيا. وصفها تعد أعلى هضاب القارة، وتمتاز بخصوبة تربة، وتمتاز بخصوبة تربتها، يعني التربة بتاعتها خصبة. طب ليه يا شباب تربتها خصبة؟ ليه؟ بسبب الطفوح البركانية. بسبب الايه؟ الطفوح البركانية. يعني ايه الطفوح البركانية؟ هي مواد منصهرة من باطن الأرض، عبارة عن تربة صالحة للزراعة، عبارة عن تربة جيدة للزراعة. طب ما النتائج المترتبة على خصوبة تربتها بقى؟ مما ساعد على قيام حرفة الزراعة. انت لما تزرع ايه اللي هيحصل؟ هتبدأ في بنيان البيوت. ما النتائج المترتبة على خصوبة تربتها؟ ساعد على قيام مما ساعد على قيام حرفة الزراعة ونشأة الحضارات القديمة في أثيوبيا، ونشأة الحضارات القديمة في أثيوبيا. بيقول لك تعد هضبة الحبشة المنبع الموسمي لنهر النيل. ليه حبشة هي المنبع الموسمي لنهر النيل؟ هتقول بسبب أمطارها الصيفية، بتمطر في الصيف فقط، بسبب أمطارها الصيفية. ده كان ايه يا شباب؟ أول هضبتين معانا. طب تالت هضبة اسمها هضبة البحيرات الاستوائية. طب ده موقعها فين؟ تقع في وسط القارة. تقع فين؟ في وسط القارة، وتمر بها دائرة الاستواء كده في الوسط يا شباب، وتمر بها دائرة الاستواء. أنا عايز الوصف بتاعها بقى. تنحدر من الجنوب إلى الشمال، تنحدر من الجنوب إلى الشمال، تطلع كده من الجنوب إلى الشمال. طب إيه تاني يا شباب؟ تعلوها القمم الجبلية البركانية، في قمم كده جبلية بركانية هي بتعلوها. وتعد المنبع الدائم لنهر النيل. هضبة البحيرات الاستوائية تعد المنبع الدائم لنهر النيل. يا شباب تعد المنبع الدائم لنهر النيل. طب بما تفسر؟ لأن أمطارها تسقط طوال العام. المطر بيسقط طوال العام. وتقصر بها البحيرات العذبة مثل بحيرة فيكتوريا. مثل بحيرة يا شباب؟ مثل بحيرة فيكتوريا. آخر هضبة معايا هي الهضبة الجنوبية. هي الهضبة اللي يا شباب؟ الهضبة الجنوبية. طب عايزين نشوف موقعها وعايزين نشوف وصفها. أول حاجة يا شباب هي بتقع جنوب القارة. تقع الهضبة الجنوبية في جنوب القارة اهو يا شباب، وتنحدر بشدة نحو السواحل الشرقية، نحو الشرق كده بتنحدر بشدة نحو السواحل الشرقية. ويوجد في الجزء الشرقي منها الأخدود الأفريقي العظيم. يعني ايه الأخدودي؟ هو عبارة عن انكسارين متوازيين تهبط الأرض بينهم، ده اسمه له الأخدودي. الأخدود الأفريقي العظيم بقى، ما المقصود بالأخدود الأفريقي العظيم؟ مجموعة انكسارات طولية تمتد شرق قارة أفريقيا، هي تمتد في الشرق بشكل عام من الجنوب إلى الشمال، ويمتد في شرق القارة بطول 5600 كيلومتر تقريبا. يعد بحر أحمر، خليج عدن، خليج العقبة، أجزاء منها. بحر أحمر، خليج العقبة، خليج عدن، أجزاء من الانكسارات دي يا شباب. طب يلا نراجع تاني يا شباب. قلنا ايه يا شباب؟ قلنا انا عندي هضبة شمال افريقيا، قلنا
بتمتد من ساحل البحر المتوسط شمالا حتى وسط أفريقيا جنوبا، وتمتد من جبال البحر الأحمر شرقا حتى المحيط الأطلنطي غربا. وصفها هي هضبة عظيمة الاتساع وقليلة الارتفاع، وتنحدر تدريجيا نحو الشمال حتى تلتقي بسواحل البحر المتوسط. الظواهر الجغرافية اللي فيها بقى جبل العوينات على الحدود بين مصر وليبيا والسودان، المنخفضات مثل منخفض القطارة في مصر، والعديد من الواحات مثل واحد سيوة في مصر، واحد الجوف في ليبيا. الصحراء الكبرى التي تعد أكبر صحاري العالم. دي أول حاجة هضبة شمال أفريقيا. هضبة الحبشة اسمها الهضبة الأثيوبية بقى يا شباب، موقعها شرق قارة أفريقيا. وصفها تعد أعلى هضاب العالم، أعلى هضاب القارة، وتمتاز بخصوبة تربتها بما تفسر بسبب الطفوح البركانية. لما التربة بتاعتها خصبة عمل ايه؟ ساعد على ايه؟ مما ساعد على قيام حرفة الزراعة به ونشر الحضارات القديمة في اثيوبيا. قلنا هضبة الحبشة المنبع الموسمي لنهر النيل بما تفسر بسبب امطارها الصيفية. تالت هضبة موقعها تقع في وسط القارة وتمر بها دائرة الاستواء وتنحدر من الجنوب إلى الشمال، وتعد المنبع الدائم لنهر النيل بما تفسر لأن أمطارها تسقط طوال العام. لأن إيه؟ أمطارها تسقط طوال العام، وتكسر بها البحيرات العذبة مثل بحيرة فيكتوريا. مثل بحيرة إيه يا شباب؟ مثل بحيرة فيكتوريا. الهضبة الجنوبية وصفها تقع جنوب القارة وتنحدر بشدة نحو السواحل الشرقية، ويوجد بها الجزء الشرقي منها الأخدود الأفريقي. قلنا الأخدود الأفريقي دي مجموعة انكسارات يا شباب، كسر في الأرض، تمتد شرق القارة أفريقيا وتتجه بشكل عام من الجنوب إلى الشمال، وهي حوالي 5600 كيلومتر. ويعزق بحر أحمر وخليج عدن وخليج العقبة أجزاء من الخدود الأفريقي. ده يا شباب أول حاجة اتكلمنا عن الهضاب. في الجزء اللي جاي هنتكلم عن الجبال، بس لازم تحفظ لي الجبال. أنا عندي 1 أطلس، 2 البحر الأحمر، 3 كينيا، 4 كليمانجارو، 5 الكاب، 6 دراكنزبرج. معايا تاني لو حد قالك صباح الخير هتقول له أطلس، بحر أحمر، كينيا، كليمانجارو، الكاب، دراكنزبرج. معايا تاني الجبال اللي عندي في قارة أفريقيا: أطلس، بحر أحمر، كينيا، كليمانجارو، الكاب، دراكنزبرج. ده كان الجزء الأول من درس مظاهر سطح أفريقيا، ويا رب تكونوا استفدتم. كان معكم مستر إبراهيم شعبان. سلام.